كمان نزل بعض الجماهير إلى أرض الملعب، والكابتن عاصم حماد المدير الفني لكرة اليد بالنادي الأهلي أصيب في وجهه، ويعني استلزم الأمر 3 غرز للكابتن عاصم حماد، لكن الأمن في النهاية سيطر على هذا الوضع المؤسف في تونس في الدور قبل النهائي لبطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس، وأمن بعثة النادي الأهلي. والبعثة أو الفريق إن شاء الله هيلتقي يوم السبت المقبل مع نادي الحمامات التونسي اللي فاز في مباراة الدور نصف النهائي الآخر على نيجر يونايتد بطل النيجر 25-18 عشان يصعد إلى نهائي البطولة ليلاقي الأهلي المصري لقاء تونسي آخر في تونس. كان النجم الساحلي التونسي على فكرة كان فاز قبل انطلاق هذه البطولة على النادي الأهلي في كأس السوبر الأفريقي لكرة اليد 28-25 وفاز باللقب. وشايفين طبعا لقطات للكابتن عاصم حماد، ويعني وجهه يعني مليء بالدماء، ومناظر يعني ما نحبش نشوفها أبدا في ملاعبنا العربية والمصرية. والحقيقة يعني رغم الاشتباك ده يعني ما نقولش، يعني ما نقدرش نقول ان يعني الاشتباك او العبارات المسيئة او الهتافات المسيئة او الخناقات غيرت من نتيجة المباراة.